أهلا وسهلا بيكم أجمل ركاب في الدنيا، ركاب أتوبيس 6. أهلا وسهلا في رحلة جديدة من رحلاتنا. احنا دلوقتي في محطة حماتي من كل قلبي مع جيهان سالم. هنتكلم في محطتنا عن الحموات الحسنوات، الحاجات اللي زعلتنا منهم والحاجات اللي هلكتنا من الضحك، يعني من الآخر هنحكي مواقف. يلا بينا نطلع فاصل واوعوا تروحوا بعيد، استنونا. ذاكر يا هاني انت ذاكر يا بيه. يا هلا بأجمل ركاب في الدنيا، ركاب أتوبيس 6. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة من رحلات حماتي من كل قلبي. النهاردة هنتكلم عن البنوتة الجميلة أم ملاية لف، اللي كانت لما بتمشي في الحتة كانت بتجنن شباب الحتة. في يوم خرجت مع بنت خالتها يشتروا حاجات، في نفس اليوم اللي كان خارج فيه شاب ضابط احتياط زي القمر، كان خارج يشتري حاجات البدلة بتاعته علشان فرحان بيها يحطها على كتافه علشان رايح يخطب. اليوم ده شاف البنوتة في الطريق، مشي وراها، ركبوا المواصلات مع بعض، لأن هو شايف إن هي زي القمر، شعرها أصفر وطويل، شد شعرها علشان يتأكد إن ده شعرها. البنت طبعا ما سكتتلوش، اديته موال، اديته دش يعني من الآخر. المهم عجبته، وفضل بعد ما خلصت الحاجات اللي كانت بتشتريها هي وبنت خالتها ماشي وراها لحد ما وصلت البيت. سأل على أبوها، وبدل ما يروح يتقدم للبنت اللي كان رايح لها اتقدم لأبوها وطلب منه ايد بنته، وأبوها وافق وحدد معاه ميعاد للخطوبة. وبسرعة بسرعة تمت الجوازة، والجواز ساعتها كان في بيت أهله، يعني اتجوزوا مع أهله دول الأم والأب وأخ ضابط ما بيجيش غير في الأجازات، ومعاها بقى ما شاء الله مش حما واحدة، 4 حموات غير الحما الأساسية. البنات ما كانوش حلوين زيها، وكانوا أكبر منها، وما كانوش متجوزين، بس واحدة كبيرة هي اللي كانت متجوزة، وبناتها في نفس سن البنوتة أو يمكن أكبر شوي. طبعا كان في غيرة شديدة جدا، البنات كانوا زعلانين وكانوا متضايقين منها وغيرانين منها. جوزها كان ضابط احتياط زي ما قلت لكم، فكان بيروح الجيش فترة وبعدين يرجع في الأجازة يقعد معاها، وهو راجع كان بيجيب لها حاجات كتير عشان تفرح. طبعا هم يعني ما كانوش بيقبلوا، ودايما ياخدوا حاجتها من وراها، يدخلوا غرفتها ويفتشوا فيها. على طول كان في خناقات وهو مش موجود، لدرجة كانوا بيشدوها من شعرها، والبنت مسكينة كانت بتغضب وتروح بيت أهلها، وهو يرجع يجيبها ويقول لها معلش. المهم بترجع معاه البيت وبتكمل حياتها عادي. حماتها كانت ست طيبة قوي، ما كانتش بتهش ولا بتنش. تعمل الأكل، يبقى في المطبخ البنات يخلصوا الأكل، تيجي هي ما تلاقيش أكل تاكله، فطبعا كانت بتتضايق، وياما زعلت وعيطت بينها وبين نفسها، وياما اشتكت لجوزها. بس جوزها كتير كان طيب، تقريبا كده طالع لمامته. أبوه كان جامد وما كانش بيحب غير بناته وبس. أما بالنسبة للولدين كان دايما بيفضل الولد الصغير عن الولد الكبير اللي هو جوز البنت، فكان دايما ما بيقفش معاها، ما بيقفش في صفها، ودايما يجي عليها علشان خاطر بناته. أما أمه كانت طيبة كتير، وكانت دايما تقول لها يا مرات ابني يا اللي كلامك بيعجبني، بس بقى في المواقف ما كانتش بتقف معاها. المهم بعد خناقات وحاجات كتير البنوتة حملت وجابت بنوتة كمان زي القمر. بعد كده المشاكل زادت كتير. البنت أصرت إن هي تسيب البيت وتنقل هي وجوزها في مكان تاني، وطبعا الحركة دي مش موافقين أهله عليها وزعلوا منه، وبالتالي غضبانين عليه بسببها. الأب قاعد يقول له طلق مراتك وانت هديك الميراث بتاعك. بابا كان غني لكن هو مرضيش، فعلا خد مراته ونقلوا وراحوا مكان تاني. أختهم الكبيرة ما كانتش بتخلف غير بنات، كان عندها 5 بنات.
العروسة اللي هي مرات ابنهم جابت بنوتة تانية، فالبنت التانية وهي بتولدها أخته الكبيرة كانت موجودة مع البنت اللي هي العروسة دي، قعدت معاها وهي بتولد. أول ما ولدت لقيوا بنت تانية، الأخت صوتت وقعدت تقول يا عيني عليك يا أخويا يلي خلفتك كلها بنات. قال يعني هي مخلفة صبيان. كان زمان الناس بتفرق بين خلفة البنات وخلفة الصبيان، كانوا بيفرحوا جدا، لكن دلوقتي البنت أحسن من الولد مليون مرة. المهم كملوا حياتهم مع بعض، وبدل ما يبقى عندها بنتين بقى عندها بنتين وولدين زي الفل. كملوا حياتهم مع بعض لأنه هو كان بيحبها قوي، وكان حاسس ان هي حاجة كبيرة قوي، فكان دايما بيحاول يسعدها ويفرحها بأي طريقة. كل ده وهو مغضوب عليه، مش من أمه، من أبوه، لأنه هو ما سمعش كلامه وما طلقهاش زي ما هو طلب منه علشان ما يحرموش من الميراث. وبالفعل شوفوا مرت سنين 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 وخلفوا بدل البنت بقى عنده 4، لكن نفس التفكير ونفس الطلب، طلقها وأنا محرمكش من الميراث. الولد كان دايما بيحاول يقرب من أبوه ومن أمه ومن أهله بأي طريقة، بس بلاش طريقة إن هو يسيب مراته عشان هو فعلا بيحبها. بس مجرد إن هو عرف إن أبوه تعبان راح وفضل قاعد تحت رجله لحد ما الأب مات. والابن التاني اللي هو الضابط اللي أنا ما حكيتلهكوش عنه كان دايما بيدلعوه، دايما رايح جاي، البيه جه البيه راح، البيه وصل، البيه ياكل، البيه يشرب. هو ده بقى اللي ما قعدش مع أبوه. حتى لما أبوه مات ما راح لهوش، ولما أمه ماتت ما راح لهاش. وللأسف أحفادهم ما يعرفوش بعض، اتربوا وعاشوا بعيد عن بعض. فاللي عايزة أقوله لكم إن لازم الأم والأب ما يفرقوش بين عيالهم وبعض، وحتى لو في حد فيهم قريب منه ما يحسس التاني إن التاني بعيد، بالعكس يحتويه ويقربه ويحببهم في بعض ويحبب أحفاده في بعض عشان العيلة تكبر وتكبر وتكبر. أتمنى تكون الحلقة بتاعت النهاردة عجبتكم، وأهلا وسهلا بكم. كنت مع جيهان سالم في حماتي من كل قلبي. ذاكر يا هل انت ذاكر يا بيه.